معروف ان الدنيا لما بتبقى برد بنعمل البليلة سخنة كده وبتدفي وبتنزل يعني على القلب على طول. هنجيب الغلة اللي هي الحبة الكاملة. في البلاد العربية هتلاقوا اسمها الجريش، وساعات بتبقى موجودة مكسرة، وساعات بتبقى حبة كاملة على بعضها. احنا من عايزين الحبة الكاملة دي. هغسلها حلو قوي لحد ما ميتها تبقى نظيفة، ومش هنقعها، بس هحطها في حلة كبيرة بحيث ان هي لما تكبر وتنفش الحلة تستوعبها. حط عليها ميه بشويتين، زياده بشويتين يعني، وهسيبها تغلي 10 دقايق، واطفي النار واسيبها في الميه السخنه دي وهي لوحدها هتفتح وتستوي. انا طبعا مش هستعمل الكميه دي كلها لان دي كميه كبيره، ففي اكياس الحفظ بتاعه الفريزر هحط كده كميات على قد المره، واعينها في الفريزر متبططه، وقت ما احبها تطلع تفك واحطها في اللبن واحط عليها الاضافات اللي انا عايزاها. اللبن عندي ده لتر من اللبن دلوقتي، هحط عليه بس معلقه من النشا، شويه فانيليا وقرفه، وممكن تحطوا الاضافات طبعا اللي انتوا عايزينها، السكر حسب الذوق، سواء سكر ابيض سواء عسل. ممكن تضيفوا عليها قشطه، تحطوا عليها كريمه الحلويات. كل الحاجات دي موجوده عندكم تمام، مش موجوده اكتفوا بالموجود وبس. بعد ما اللبن بقى دافي احط عليه البليله بتاعتنا وناخدها غلوه كده بس عشان النشا يتقل وتاخد وتدي مع اللبن، وبس خلاص. تقدروا بقى تزودوا عليها قرفه كمان، تزودوا ميه ورد، تحطوا المكسرات اللي انتوا عايزينها. حطيت شويه كده من جوز الهند ومكسرات مطحونه، لوز، بحب عليها القرفه زياده، وبس كده. بألف هنا عليكم، سهله وبتدفي ومغذيه جدا للاولاد. جربوها وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي.